هو ليه معظم العلاقات في الزمن ده بقت بتنتهي بسرعة؟ ليه المشاعر بقت تتغير؟ ما بقاش في حب بيدوم. أي علاقة في الدنيا بتمر بفترات حلوة وفترات وحشة. أي إنسان في الدنيا بيجيله لحظات بيكون فيها تعبان ومرهق وما بيقدرش يدي بنفس الطريقة اللي هو بيدي بيها، فبالتالي في اللحظات الوحشة دي العلاقات بتتأثر، وخصوصا علاقة الشخص بالإنسان اللي عايش معاه أو بشريك الحياة. ضغوطات الحياة ومسؤوليات الحياة اللي ما بتخلصش هي من أهم الأسباب اللي بتخلي العلاقات تتغير والمشاعر تتغير. أثناء الفترات الوحشة دي الناس بتفتكر إن هي لما تعدي الموضوع وتسكت وما تتكلمش فيه إن الموضوع هيهدى ويخلص ومش هيتفتح تاني، لكن للأسف بما إن إحنا ما نهيناش المشكلة أو ما حطيناش حل للمشكلة، فبالتالي المشكلة بتكبر وتتفاقم ويبتدي يتكون حاجة اسمها تراكمات. للأسف الشخص ده بيكون في الوقت ده تعبان جدا ومجهد، بيبقى ما عندوش طاقة بيديها للعلاقة أو يديها لحل المشكلة، فبيفتكر إن تأجيل المشكلة أو عدم الكلام فيها بيؤدي لأن الموضوع يهدى، لكن مش ده اللي بيحصل في الواقع. التراكمات بتتكون بسبب عدم وضع نهاية أو حد للمشكلات، وبتكون هي للأسف السبب الرئيسي لانتهاء أي علاقة ولتغير أي مشاعر مهما كانت جميلة في الأول. معظم الناس لما بيشوفوا اتنين في علاقة في ما بينهم مشاكل يقعدوا ينصحوهم إن هم يبعدوا عن بعض شوية وما يتكلموش في الموضوع لحد بقى ما يهدوا والموضوع يتصلح لوحده، أو ما يتكلموش في الموضوع ده تاني، ودي للأسف نصيحة غلط جدا. البعد في الأوقات الوحشة بين الست والراجل بيولد حاجة اسمها الجفا وبرودة المشاعر، ومنها قتل العلاقة بالبطيء. أنا هديلكم مثال على ده. لو إحنا النار مسكت في بيتنا هنعمل إيه؟ هل هنجري نطفي الحريقة دي بسرعة، ولا هنسيب النار ونقول لا لحد ما تهدى وتطفي لوحدها وتمسك في البيت كله وتحول البيت لرماد؟ لو إحنا لحقنا الحريقة بسرعة وطفيناها الجزء اللي هيتحرق أو هيتدمر هيكون بسيط وهنقدر إن إحنا نصلحه، لكن لو سيبنا النار تاكل البيت كله البيت كله هيتدمر ومش هيبقى فيه أي وسيلة للإصلاح. أحسن حل لإنقاذ العلاقة هو إن الاتنين يتكلموا مع بعض بشفافية وبوضوح، يحاولوا إن هم يوضحوا لبعض إيه المشاكل اللي موجودة، بيتضايقوا من إيه، ويحاولوا يوصلوا مع بعض لحل وسط علشان يقدروا ينقذوا البيت مع بعض. وخلوا بالكم من العند كويس قوي، لأن العند من أكتر الحاجات اللي بتدمر العلاقة. ما تعندوش في بعض، يعني حاولوا إن أنتوا تفهموا بعض وتحسوا ببعض، وما ينفعش أبدا إن طرف واحد بس هو اللي دايما يقدم تضحيات. لازم التضحيات تكون من الطرفين، كل واحد فينا يمشي خطوة للتاني علشان الحياة تمشي. طالما العلاقة دي ما بين طرفين يبقى لازم الطرفين يمشوا ويسعوا فيها علشان ينقذوا البيت. لو طرف واحد بس هو اللي قدم التضحيات هتلاقوه ساعات بيفوت وبيعدي علشان هو بيبقى تعب من المشاكل وبيبقى عايز يخلص المشاكل بسرعة، لكن مع الوقت كل مرة هيلاقي نفسه ان هو استنفذ طاقته وابتدى يزهق ويمل من العلاقة، وهيحصل حاجة اسمها قفلة. الشخص اللي بيضحي دايما بيحس فجأة ان هو مش عايز يعمل اي حاجة تانية عشان العلاقة دي او يستنفذ طاقته اكتر من كده، لان الشخص اللي دايما بيضحي بيوصل لنتيجة انه مهما عمل خلاص مفيش فايدة، بيوصل للإدراك، والمدرك لا يعود. لازم تخلوا بالكم كمان ان مفيش حد دايما صح، كلنا بنغلط، ولو في اي خطأ ورد من طرف للتاني لازم يتقدم فيه الاعتذار وتطيب الخاطر علشان نقدر ان احنا نسامح ونخلص المشكلة، وما نقعدش بقى نعاير الطرف التاني احنا عملنا له ايه او سوينا له ايه، لان الطرفين بيقدموا تضحيات لبعض، ودي واجبة ومطلوبة في اي علاقة علشان تمشي وتستمر. من اهم الحاجات كمان ان الطرفين لما يحصل ما بينهم مشكلة او حاجة وحشة ان هم يقعدوا يفتكروا العلاقة من اولها، ايه اللي خلاهم يحبوا الشخص ده، ايه الحاجات الحلوة اللي هم شافوها في الشخص ده اللي خلتهم يقرروا يكونوا معاه. الموضوع ده بيؤدي لان احنا بنقلل المشاعر السلبية وبنهدي الغضب خالص، بنسيطر على الغضب اللي جوانا، وكمان الموضوع ده بيبقى سبب في تجديد الشغف في العلاقة، لان في بعض الاحيان المشاعر بتتغير بسبب الملل والزهق، ان العلاقة ماشية على نفس الروتين دايما في نفس الوقت. فعشان كده انتوا لازم تغيروا الروتين بتاعكم وتحاولوا دايما ان انتوا تعملوا نشاطات جديدة مع بعض علشان تجددوا شغفكم وطاقتكم في العلاقة دي. واهم حاجة واخر حاجة ان لازم يكون في العلاقة دي صداقة ما بين الطرفين، ويكون في مودة ورحمة علشان العلاقة دي تستمر. افتكروا دايما ان انتوا في مركب واحد ومصلحتكم مصلحة واحدة. ربنا ان شاء الله يصلح ما بين الازواج والحبايب ويوفقهم بالخير يا رب. كان معاكم غادة يسري، اشوفكم الحلقة الجاية على خير ان شاء الله. باي.